كل مرة مين اللي بيكتشف لينا دواء جديد أو مين اللي بيفسر لينا ظاهرة جديدة في الكون؟ لو السؤال ده دايما بيجي في دماغك ولو للحظة أو عندك فضول ليه، فأنت في المكان الصح. أنا دكتور ميرنا العثماني، ريسيرش اسيستنت وماستر ستودنت بجامعة زويل، والنهاردة هنبدأ ريسيرش سيريز، وده أول فيديو في سلسلة ساينتفك ريسيرش. إيه هو البحث العلمي أو إيه هو الساينتفك ريسيرش؟ الساينتفك ريسيرش هو خطوات منهجية بنمشي فيها عشان نلاقي حل لمشكلة بتواجهنا، أو بنكتشف فيها دواء جديد، أو إننا عندنا حاجة في التكنولوجيا وعايزين نطورها. طب ليه أصلا الساينتفك ريسيرش ده حاجة مهمة؟ أول حاجة إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وده عشان العلم هو الأسلوب والوسيلة اللي بتخلينا نطور في كل المجالات، اللي بتخلينا نلاقي نكتشف أدوية زي وقت الكوفيد 19، أو بتخلينا كمان نطور في التكنولوجيا زي الاي اي اللي منتشر حوالينا وإن احنا نستخدمه في كل حاجة عندنا، وكده بنطور في كل المجالات. فمن غير الساينتفك ريسيرش أو البحث العلمي العالم كله هيقف. ايه هي انواع الساينتفك ريسيرش؟ انواع الساينتفك ريسيرش كتير جدا، زي حاجه مثلا انه ديسكريبتيف او اوبزرفيشنال او اكسبيرمنتال او لونجيتيود كروس سكشن، او بنشتغل على كيس معينه، او بنشتغل كلينيكال ترايلز او كيس سيريز. مش عايزاك تتخض ولا حاجه، احنا هنتكلم في كل فيديو عن ايه هي الانواع وايه الاستخدامات لكل نوع وتستعمله ازاي. واخيرا لو انت عندك فضول انك تتعلم كل الخطوات بتاعه البحث العلمي وتمشي فيها وعايز تتعلمها بكل بساطه وسلاسه، فانت في المكان الصح. هنشتغل على ده، وفي كل فيديو هنتعلم حاجه جديده. هستناك في الفيديو الجاي عشان نتعرف على ايه هي التولز او الويب سايت او الجورنالز اللي تقدر تبدا منها، وايه هي اصلا التايبس بتاعت الساينتفك ريسيرش. فلو عندك فضول ما تنساش تعمل لايك وفولو للبيج، وكمان تعمل على اليوتيوب سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. انتظركم فيديو جديد عن ايه الانواع بتاعت الجورنالز والويب سايتس اللي هنتكلم فيها ان شاء الله.